السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل غدا بتاعنا كده، غدا سريع وبحبه قوي الغدا ده. بحب انا موضوع التحابيش ده. عندنا كده عندنا سجق كنا جايبينه من فتح الله في رمضان. طبعا زي ما قلت لكم ما صورتش معاكم حاجه رمضان السنه دي عشان ما كانش فيه وقت، بس مع الفيديوهات كده تشوفوا الحاجات اللي انا جبتها كلها. ده سجق كنت جايباه من فتح الله. طلعت الكيس كده بقى، قطعته وهو ماسك كله ببعضه، لسه مطلعاه من الفريزر. قطعته كله كده عشان هنعمل احلى تحابيش النهارده. بحب قوي قوي اكله التحابيش ديت، بموت فيها انا، حتى الاولاد كمان وجوزي بيحبوها. بنحب كده نحبش الاكل كده ونعمل كده من كل صنف طبق كده، بيبقى حلو قوي لذيذ. في اول الفيديو كده لو لسه تتفرجي عليا اول مره، قولي لي ايه رايك في فيديوهاتي في الكومنتات، واشتركي معايا في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قطعت كده السجق معايا اهوت. طاسه بقى حلوه كده، وهنحط فيها السجق ده، وهنرفعه على النار كده ياخد له تشويحه حلوه كده. حسيت ان القلايه اللي جبتها ده تبقى صغيره عليه شويه، فحطيته في واحده تانية ورفعته على النار علشان يتشوح معايا. عندي بقى هنا طماطم، وعندي خيار والخضروات الجميله دي. همسك كده اقطع كده طماطمايه كده او طماطمتين شرايح. وعندي هنا فلفل اخضر، ما هوش حامي، انت بقى تقدري تحطي فلفل حامي انت وراحتك، بس انا ما بحبش احط الفلفل الحامي في الاكل كتير، علشان الاولاد بياكلوا كده، يعرفوا ياكلوا الاكل. ممكن احط نص وحدايه كده في بعض الاكلات اللي بتبقى محتاجه ان هي تكون سبايسي شويه. قطعت كده طماطمتين شرايح، وجبت برضو 3 وحدات من الفلفل قطعتهم شرايح. عندي بقى هنا البصل، هقطع برضو بصلتين او 3 كده هقطعهم برضو شرايح معايا كده، عشان كل ده هنحطه على السجق. طبعا انا مولعه النار على السجق، بيتشوح معايا كده تشويحه حلوه. كل ما ده كده وانا معاكم بقلبه تقليبه، ونرجع نكمل مع بعض تاني. انا مش عايزه بصل كتير، انا خدت 4 بصلات، قشرتهم كده ونضفتهم، اشطفهم بقى شطفه حلوه كده، ونجيبهم برضو نقطعهم معانا طرنشات عشوائيه كده. قطعت ال4 بصلات اللي معايا. هي مش بصل كبير، لو البصل بتاعك كبير ممكن تقطعي 2 بس، او حسب الكميه اللي انتي بتعمليها هتقطعي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى شويه بطاطس حلوين كده، هقشرهم كده واقطعهم صوابع، اعملهم كده بطاطس محمره. على فكرة دلوقتي انا ما بحبش اجيب البطاطس اللي هي الكارة اللي هي فيها نقطة حمرا دي. انا بحب دلوقتي بقى اجيب البطاطس الصفرا اللي هي بتاعة الصحراء، اللي هي الرملية. دلوقتي بتبقى احلى وارخص واجمل. يعني انتي التانية دلوقتي موجودة الكيلو ونص ب10، ممكن انتي دي تجيبي منها الكبيرة ب5 جنيه، والصغيرة مثلا ممكن تجيبي الكيلو وربع والكيلو ونص اللي هي بتاعة الشيبسي. بتبقى حلوة اوي في الشيبسي، بتبصي بتعملي شيبسي احسن من بتاع المحلات بيها. طبعا بس الرمليه دي ماليه السوق دلوقتي، وارخص من التانية، وحلو قوي في التحمير، يمكن اجمل من التانية كمان في التحمير. طول ما هي موجوده انا بجيب منها البطاطس الجديده دي، بتبقى مقرمشه وبتبقى حلوه قوي. حتى لو عملتها في صواني برضو بتبقى جميله، اما شغاله معاكي في كل حاجه. قطعتلي شويه كده من البطاطس، وعملتهم كده صوابع عشان تكمل الاكله الجميله بتاعتنا. بصوا السجق بعد ما سبته على النار اهو، خد له تشويحه حلوه كده وادالون كده. جبت البصل بتاعي اللي انا مقطعاه شرايح،
ونزلت عليه وقلبته كده تقليبة حلوة، وهرفعه على النار تاني. مش هحط الطماطم والفلفل دلوقتي عشان عايزاهم في الاخر كده ايه, تبقى الوانهم حلوة، يعني ما يبقوش مهريين في السجق، ادوني الوان كده حلو. هنعمل بيه ايه تاني؟ هنعمل بقى شوية خيار كده، الخيار بتاعنا الصغير الجميل ده. هنعمل كده ايه تشكيلة من الطماطم والخيار. طبعا الاكل ده مش هينفع معاه سلطة خالص. قطعت كده ايه شوية من الخيار وشوية من شرايح الطماطم عشان تكمل الاكلة الجميلة. مش لازم كل يوم يا جماعة لحمة وسمك ونكلف ونعمل. بصوا النفسية بتزهق من الاكل، يعني النفسية بتزهق من كتر اكل اللحمة والسمك. لازم كده ايه في نص الاسبوع كده يبقى عندك يوم فري، يبقى عندك يوم كده اجازة من السمك واللحمة والطبيخ والكلام ده كله. تعملي كده ايه حاجات كده ايه حلوة كده، تفتح نفسك للاكل. جبت كده ايه شوية بتنجان كده اخضر جميل اهو، وشققته كده عملته صوابع برضو كده شكل البطاطس. هنقلي برضو، هنقلي طبق حلو كده مع بعض. يبقى عندك يوم فري في وسط الاسبوع كده اجازة من الطبيخ واللحمة والسمك والكلام ده كله. تعملي كده حاجات تحابيش كده محرمشة ومقرمشة كده إيه تريح معدتك وتريح نفسيتك من اكل الخضار واللحمة والسمك والكلام ده. انا عندي يوم من ده على طول، يعني دايما في نص الاسبوع بعمل يوم كده. عندي برضو اناناس هقطع، اناناس هقطع طبقين حلوين كده من الاناناس. طبعا احنا في موسم الاناناس والبطيخ. الاناناس كله دلوقتي ما شاء الله من يوم ما جبته من يوم ما طلع دايما بيطلع مسكر وحلو وهو مش غالي. مفيش ولا مرة جبته وطلع بصراحة مش حلو، دايما بيطلع مسكر وجميل. قطعت كده انسايه بسم الله ما شاء الله، مليت لي طبقين، عملت لي طبقين حلوين اهو. تمام كده اهو. احطه في التلاجة بقى ايه عشان يسقع كده لحد ما ايه ما نخلص الاكل بتاعنا. عندي هنا برضو ايه كيس اهو كنت جايباه من فتح الله، همبرجر المجمد ده. ما تطلعوش من بدري عشان هتيجي تحطيه في الزيت مش هتعرفي تحطيه. طلعيه كده هو متجمد. حطيت السجق على النار زي ما قلت لكم، ومعاه البصل. وبعد ما الشوح مع بعضه شويه كده نزلت عليه بالكام قرن الفلفل الاخضر زي ما انت شايفه كده، وهديله برضو تقلبتين 3. وبعدين هاجي نازله بالطماطم عليه، ومش هسيبه كتير عشان انا عايزه الالوان الجميله دي فيه. هنزل بالتوابل ايه بتاعته، بس معلقه كمون ومعلقه من الملح. خلاص كده انا وطيت العين الصغيره ونقلته عليها عشان ابتدي ان انا احمر البطاطس واحمر البتنجان. هو كده يعتبر السجق معايا خلاص 100. انا هسيبه بتاع 3 دقايق بس كده ايه مع الطماطم والفلفل، ياخد كده بس ايه تشويحتين معاه. اسخن بقى الزيت كده على النار للبطاطس. الغدا ده بصوا بالنسبه لي اجمل من اي لحوم واجمل من اي اسماك. يعني بصي الحب كله هو الغدا اللي انا بعمله النهارده ده. بصوا البطاطس ولون البطاطس جميله، صفرة، بتبقى صفرة جدا ومقرمشه وحلوه قوي. في الشيبسي بقى بتبقى خطيره حلوه قوي. بصي بتاخديه بقى كده ايه بتطلعي على طول من الورقه وتروحي حاطه على طول في الزيت. ما تسيبوش لما لو فك هيعجن منك ومش هتعرفي تعمليه في الزيت، مش عارفه تطلعيه من بعضه اصلا. هو فيه بين كل طبقه وطبقه ورقه، بتشيلي الورقه وبتحط على طول. هو متجمد زي ما هو، ما بياخدش وقت برضو ايه في التحمير، بسرعه وبيطلع معاكي باللون الحلو ده. انا على فكره طفيت النار على الهمبرجر، طفيت النار على السجق وغطيته خلاص لان هو استوى. طلعته على منديل اهو جميل ما شاء الله. هملح بقى البتنجان بتاعي كده ايه، اديله معلقه ملح كده وهنزل بيه في الزيت على طول. برضو مش هياخد معايا 5 دقايق على النار.
عندي بقى ايه رقاق في التلاجة، بخبز الرقاق وبحطه في اكياس وبحطه في التلاجة في الفريزر، ولما بعوز منه بطلعه زي ما انت شايفة كده، افرده على الرخامة او على اي صينية عندك 5 دقايق بس، وبتلاقيه بقى طري زي اللوبيا زي ما انت شايفة كده. طلعته 5 دقايق ما شاء الله بقى جميل اهو. باجي لما بقى وباجي حطاه في الكيس وسايباه يفضل طري معايا زي ما اكون لسه مطلعاه من الفرن. وتقدري لو انت عايزه تسخنيه على النار تحطي الواحده دقيقتين بس على النار وتطلعيه. تعالي بقى شوفي الفول اللي احنا كنا مدمسينه مع بعض في رمضان اهو. عملت تاني خلص وعملت تاني، وما شاء الله بتحط القدرة على البوتاجاز تسخن كده وتطلعي بقى في الطبق. حطي بقى الملح والكمون بتاعك وهرسي كده بالشوكة وشوية الزيت وعصرة الليمونة، ولو عندك معلقة طحينة حطيها، ما عندكيش مش مشكلة. بصي هتاكلي اجمل طبق فول ما شاء الله، ريحته جميلة وطعمه جميل. شكرا للأستاذة اللي علمتنا ان انا نعمله. عملت طبق الفول وطلعت الطبق البتنجان الجميل، رشيت عليه معلقه من الكمون وعصره من الليمونه والبطاطس الصفراء الجميله، وادي طبقين الاناناس، وادي الطماطم والخيار بصوا الالوان، وادي الهمبرجر بتاعنا، وعندي بلح اسمر برضو، طلعت زيتون ومخلل وجبنه بيضه، وادي الصينيه بتاعه السجق ما شاء الله جميل اهوت. كل حاجه سخنه، اجمل حاجه ان كل حاجه سخنه. بصوا بقى الالوان فيه جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله. يعني اكله من اجمل الاكلات اللي انا بعملها، جربيها وان شاء الله هتعجبك، وما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو.